اهلا وسهلا بكم في المدرسه في البيت. تابعونا على اليوتيوب على فيديوهاتنا، سبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك لايك عشان نعرف نتواصل مع بعض. ده هو شعارنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يا رب كلنا نستفاد ويا رب القناه تعجبكم. السلام عليكم. النهارده هنشرح هندسة للصف الثاني الإعدادي، نظريات المثلث المتساوي الساقين. نظرية 1: زاوية القاعدة في المثلث متساوي الساقين متطابقتان. المطلوب المعطيات المثلث أ ب ج فيه أ ب يطابق أ ج. المطلوب إثبات أن زاوية ب تطابق زاوية ج. العمل: هنرسم أ د عمودي على ب ج. البرهان: بما أن المثلث أ ب د والمثلث أ د ج قائمة الزاوية فيهما أ ب يطابق أ ج معطى وأ د ضلع مشترك، إذا طبعا من نظرية التطابق المثلث أ د ب يطابق المثلث أ د ج، وينتج أن زاوية ب تطابق زاوية ج. عكس النظرية: طبقت زاويتان في المثلث، فإن الضلعين المقابلين لهاتين الزاويتين يكونان متطابقان، ويكون المثلث متساوي الساقين. المعطيات المثلث أ ب ج في زاوية ب تطابق الزاوية ج. المطلوب إثبات إن أ ب يطابق أ ج. العمل: نصف زاوية ب أ ج بالمنتصف أ د، ويقطع ب ج في د. البرهان: بما أن زاوية ب وزاوية ج متطابقتان، أو بما أن زاوية ب تطابق زاوية ج، إذا قياس زاوية ب يساوي قياس زاوية ج. وبما أن أ د ينصف ب أ ج، إذا قياس زاوية ب أ د يساوي قياس زاوية ج أ د. وبما أن مجموع قياسات المثلث الداخلة بتساوي 180 درجة، إذا قياس زاوية أ د ج يساوي قياس زاوية أ د ب. إذا المثلثان أ د ب والمثلث أ د ج قائمة الزاوية فيهما أ د ضلع مشترك. قياس زاوية ب أ د يساوي قياس زاوية ج أ د، وقياس زاوية أ د ب يساوي قياس زاوية أ د ج. إذا المثلث أ د ب يطابق المثلث أ د ج، وينتج من التطابق أن أ ب يطابق أ ج، ويكون المثلث أ ب ج مثلث متساوي الساقين. نتائج وملاحظات: إذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه الثلاثة تكون متطابقة، ويكون قياس كل منهما 60 درجة. كل منهم يعني كل من زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين حادة. إذا طابقت زوايا مثلث فإنه يكون متساوي الأضلاع. المثلث المتساوي الساقين الذي قياس إحدى زواياه 60 يكون متساوي الأضلاع. زوايا الرأس في المثلث المتساوي الساقين إما أن تكون حادة أو قائمة أو منفرجة. نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين. نتيجة 1:
متوسط المثلث المتساوي الساقين المرسوم من الرأس ينصف زاوية الرأس ويكون عمودي على القاعدة. في الشكل إذا كان المثلث أ ب ج فيه أ ب يساوي أ ج وأ د متوسط، فإن أ د ينصف زاوية ب أ ج، أي أن قياس زاوية ب أ د يساوي قياس زاوية ج أ د، ويكون أ د عمودي على ب ج. نتيجة 2. منتصف زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين ينصف القاعدة ويكون عموديا عليها. في الشكل المقابل المثلث أ ب ج فيه أ ب يساوي أ ج، وقياس زاوية ب أ وألف د بينصف زاوية ب أ ج، فإن د منتصف ب ج و أ د عمودي على ب ج. نتيجة 3. المستقيم المرسوم من رأس المثلث المتساوي الساقين عموديا على القاعدة ينصف كل من القاعدة وزاوية الرأس. في الشكل المقابل إذا كان المثلث أ ب ج فيه أ ب يساوي أ ج وأ د عمودي على ب ج، فإن د منتصف ب ج، أي أن ب د يساوي د ج، وقياس زاوية ب أ د يساوي قياس زاوية ج أ د. ملاحظة: يمكن برهنة نتائج الثلاثة من خلال تطابق المثلثين ب أ د ود أ ج. تابع النتائج. محور تماثل المتساوي الساقين. هنخش في محاور التماثل. محور تماثل المثلث المتساوي الساقين هو المستقيم المرسوم عموديا على قاعدته. في الشكل المقابل المثلث أ ب ج فيه أ ب يساوي أ ج وأ د عموديا على ب ج، فإن أ د هو محور تماثل المثلث أ ب ج المتساوي الساقين. ملاحظات: المثلث المتساوي الساقين له محور تماثل واحد. المثلث المتساوي الأضلاع له 3 محاور تماثل. المثلث المختلف الأضلاع ليس له أي محاور تماثل. محور تماثل القطعة المستقيمة. محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها. في الشكل المقابل إذا كانت د منتصف أ ب ولام عموديا على أ ب، حيث د تنتمي إلى لام، فإن لام هو المستقيم محور تماثل القطعة المستقيمة أ ب. خاصية: أي نقطة على محور القطعة المستقيمة تكون على بعدين متساويين من أطرافها. يعني في الشكل المقابل إذا كان المستقيم لام محور تماثل أ ب وج تنتمي إلى لام وه تنتمي إلى لام، فإن أ ج يساوي ب ج وأ ه يساوي ه ب. عكس الخاصية: إذا كانت نقطتين على بعدين متساويين من طرفي قطعة مستقيمة، فإذا هذه النقطة تقع على محور تماثل القطعة المستقيمة. في الشكل إذا كانت ج نقطة بحيث أ ج يساوي ج ب، وج تقع على المحور أ وج تقع على المحور، فإن النقطة ج تقع على المحور أ ب.
حد مش فاهم اي حاجه ابعت لنا، ده باختصار جدا نظريات المثلث المتساوي الساقين، و تابع النظريات والنتائج ومحاور التماثل. ابعتوا لنا مش فاهمين اي حاجه، واحنا بنقول اختصار